في عالم الطيور المليء بالألوان والأصوات، يبرز طائر صغير ذو حضور مميز وصوت عذب يأسر القلوب. إنه البلبل العراقي، المعروف أيضا باسم البلبل أبيض الخدين أو أبيض الأذن. على عكس ما يعتقده كثيرون، فإن هذا الجميل ليس مجرد مخلوق حسن المظهر يملأ الأجواء بالتغريد، بل هو عنصر أساسي في النظم البيئية التي يعيش فيها، ورفيق قريب من الإنسان في البساتين والحدائق والقرى. كان وما زال كذلك، وإن قلت أعداده في الطبيعة وفي حدائق المنزل، كما يجمع كل من يعرف الطائر ويراقبه لأسباب سنذكرها في هذا الفيديو. الوصف والشكل. البلبل أبيض الخدين طائر متوسط الحجم من فصيلة البلابل، ويبلغ طوله في الغالب ما بين 18 إلى 20 سنتيمترا، ويزن حوالي 25 إلى 35 غراما، ما يجعله من الطيور الرشيقة وسهلة الحركة بين الأغصان. أبرز ما يميزه هو اللون الأبيض الواضح على جانبي رأسه، وخاصة الخدين أو ما يشبه الأذنين، وهو السبب في اسمه الشائع البلبل أبيض الخدين أو أبيض الأذن، وهو الترجمة المباشرة لاسمه باللغة الإنجليزية White Eared بلبل. أما باقي الرأس فهو أسود يغطي القمة والعينين، في حين أن منطقة الحلق والصدر العلوي مائلة إلى الرمادي الفاتح. يظهر لون أصفر زاهن تحت الذيل، وهو علامة مميزة تميز معظم أنواع البلابل، بينما الأجنحة والظهر رمادية بنية تمنحه تمويها طبيعيا يساعده على الاندماج مع بيئته. الذيل طويل نسبيا أسود تتخلله حواف بيضاء واضحة عند الأطراف. الذكر والأنثى متشابهان في الشكل، الأمر الذي يجعل التمييز بينهما صعبا إلا من خلال السلوك. الإقامة والتوزيع الجغرافي. البلبل العراقي من الطيور المقيمة، أي أنه لا يهاجر لمسافات طويلة مثل الطيور الأخرى المغردة والجارحة أو طيور الماء، فهو يفضل البقاء ضمن نطاق موائله المعتادة على مدار العام، مستفيدا من اعتدال المناخ في معظم مناطق انتشاره. يتوزع البلبل العراقي على نطاق واسع في منطقة المشرق العربي وآسيا، فهو